هو الطب التجديدي حسب ما فاهمين كمان ان هو بيشتغل على الجسم كله، بس بالظبط. احنا دلوقتي عايزين نتكلم على جزء منطقه معين. التجميل بس مع حضرتك. بالظبط. انما طبعا الطب التجديدي بيشتغل على العظم، على الخلايا، على الاعضاء، على كل حاجه. مظبوط. خلينا مع حضرتك نتكلم على ازاي ادوات الطب التجديدي في التجميل. ايه هي ادواتكم دلوقتي؟ طيب يعني مثلا لو خدنا مثال للبشره، الخطوط الرفيعه مثلا بتاعه الوش، الخطوط الترهل البسيط، المراحل اللي هي الاوليه. ده علاجه ايه من غير فيلر؟ بالظبط، زمان كان كله فيلرز. تمام. دلوقتي احنا بنشتغل ببوسترز، محفزات جلد. زي ايه يا دكتور؟ بصي، هو في برودكت حاليا زي مثلا RRS لونج لاستنج، احنا نظلمه لو قلنا عليه جاست بوستر، لان هو مور ذان بوستر. علاج يعني؟ علاجي وكمان بديل للفيلرز. يعني على اللونج ران باستخدام اكتر من سيشن على اللونج ران بتوصلي لنفس نتائج الفيلرز بس بطريقه علاجيه. فده يعتبر ثوره في مجال التجميل طبعا. لانه هو يعني في 15 نوع مثلا امينو اسيدز. النوع الهايلورونيك اسيد اللي فيه كروس لينكد، يعني زيه زي الفيلرز، نفس النوع الهايلورونيك اسيد، معمول بتقنيه كده ان هو محطوط له بروتكتيف بافر، ومعمول بتقنيات كده يعني حاجات صعبه قوي احنا مش هنفهمها. اديها لنا ببساطه. ان هو من اقوى انواع المرطبات، هنقول كده، او من اقوى انواع مضادات الشيخوخه. هو حاجه ما بين البوستر والفيلرز، بس قريبه اكتر للفيلرز واخده كل فوائد البوسترز. فهمت. من حيث محفزات الجلد وبترمم الجلد، محفزات الكولاجين، وكل الفوائد بتاعه البوسترز اللي احنا عارفينها. طيب خلينا بقى ندخل بتفاصيل اكتر. حضرتك عارفه ان الست لما او الراجل يعني لما بنكبر ناس بيحصل لها تهدل في الجلد، وناس بيحصل لها تجاعيد في الجلد. تمام. التهدل معروف ان حله جراحي، تمام، مش كل في معظم الاحوال. معظم التهدل الشديد. بالظبط. طب التجاعيد بقى يا دكتور، الجراحه ما بتعالجهاش على فكره. بالزبط. يعني انا بشوف ناس شادين وشهم ولسه عندهم خطوط رفيعه في وشهم، مع ان هم شدوا، بس هم شدوا الترهل بس. صح. الخطوط بقى الرفيعه والتجاعيد دي حلها ايه؟ نفس الفكره، نشتغل عليها برضو بالسكين بوسترز، لان الخطوط الساكنه او الثابته دي كانت خطوط بتتحرك ومع طول الوقت فضلت اتحفرت في البشره. بالظبط. فلو اشتغلنا عليها في الاول مع محفزات الكولاجين، بنرمم البشره زي ما قلنا في الطب التجديدي، بنرمم البشره وما نضطرش نوصل لمرحله الشد الجراحي او البوتوكس او الحاجات الثانيه اللي بتشتغل على الخطوط. شايف ان الRRS او السكين بوسترز ممكن يستخدم في الحالات دي؟ الخطوط الرفيعه. بالظبط. لان بيعمل له ترطيب تقريبا. بيحفز انتاج الكولاجين والالاستين، والالاستين هو اللي مسؤول عن شد البشره. طيب برضو من الحاجات اللي بتبان قوي مع السن وتقدم العمر، وهي اسخف الحاجات الحقيقه، مشاكل اللي حوالين العين. اكيد. في ناس بتبقى عندها مثلا، مش هقول لك تجويف، في ناس عندها انتفاخ تحت العين. مظبوط. بيبقى حلولها ايه لو مش عايز تعمل جراحه؟ بصي، برضو نفس الRRS منزلين لاين، انا بسميه اللاين ده الامبول السحري. لانه احنا ما عندناش في مصر بالكامل اي حاجه مخصوصه لمشاكل العين. صحيح. مفيش برودكت نازل من الشركه مخصوص لمنطقه العين. اي مشاكل تانية في العين كنا بنحلها ببرودكتس اللي معموله للبشره او الجسم عامه. وطبعا منطقه العين منطقه حساسه، مش اي حاجه ينفع تتحقن فيها. فالRRS Eyes ده حاجه بروميسنج جدا. في 15 نوع مواد فعاله بتشتغل على كل مشاكل العين في امبول واحد. انتفاخات، تجويف بسيط، هالات وخطوط. مفيش ابدا برودكت بيشتغل على كده. بالظبط. صحيح. يعني هي بتعمل الRRS تحت عينيها، بيحسن المنطقه كلها، بيحسن كل انواع المشاكل. يعني لو عندها هالات بتتحسن لان في انتي اوكسيدنتس، اهمها ريسفيراترول، في فلافينويدز بتشتغل على الانتفاخات، كمان بتحسن الليمفاتيك درينج او يعني نفس الدوره الليمفاويه، التصريف الليمفاوي مظبوط. فبتعدل الانتفاخات. الخطوط الرفيعه برضو لانه هو في مضادات اكسده وفي هايلورونيك اسيد 7.5 مللي جرام، وده تركيز قوي جدا طبعا. وكمان الناس اللي عندها تجويف بسيط، لان علاج التجويف غالبا بيبقى فيلرز طبعا، لكن لو تجويف بسيط احنا دايما كان بيبقى معاهم مشاكل انه تجويف بسيط مش مديني مساحه ان انا احقنه فيلر. طب احقنه ايه؟ مفيش. حاجه ابسط واخف شويه. ما كانش فيه. RRS Eyes فعلا فيري بروميسنج. انا فعلا بسميه الامبول السحري، لانه امبول واحد فيه حل كل مشاكل العين.